وإيش فيه؟ كنت ألعب يا عبد الله كبيرة وطحت. إنا لله وإنا إليه راجعون. يلا امش. العدان على الباب، كسرته. هلا ابو حسن، هلا بالجار. تفضل حبيبي. لا هلا ولا مرحبا. امسك جهالك مفلتنهم لنا في الشوارع. هذاك ولدك عور يد ولدي. يا ابو حسن جهال ويلعبوا. احنا اليوم ولدك متعور، بكره ولدي متعور، ودول نشموك. ما يستاهل الكلام اللي قلته كله. جهال يلعبوا امسك جهالك بس امسكهم. وايش هالجيره، انا لله وانا اليه راجعون. وجيك هني حسن عند البيت. روح مو ناقصين بلاوي احنا. روح عبد الله تعال. مو قايل لك لا تلعب ياله؟ سوي لنا مشاكل يا الجيران بس انت ما. يلا روح هيك تاخذ. أبوي أبو عبد الله صرخ علي وقال لي لا تلعب يا ولد. متى؟ نعم والله ابتلينا بابو عبد الله وجيرته احنا. مين عند الباب؟ افتح يا ابو حسن اليوم اجازه عقنا. خير وش صاير؟ انت الحين لهالدرجه مخك صغير تحك عضلك بعقل جاهل تخلي تصارخ عليه. اذا لعبه يا اولاد يجيب لي المشاكل لا تخليه يجي يلعب هني. اي ما عليه بس المفروض ما تصارخ عليه. يا ابو حسن انا ما صارخت عليه ولا شي. قلت له لا تجي تلعب لي هني يا الجهال، ودا لعبته يجيب لي المشاكل لا تخليه يجي يلعب. والله ما احس كل احد اليوم كسرت علينا الباب. احنا عارفين تقعد في البيت. بس الزم حدوده ولا تآذينا وامسك جهالك وخلاص ما نبغى مشاكل ما احنا. الله يلعب يا اولادي. يسوي لنا مشاكل في الدير على وش؟ كل يوم يجي يضرب بيتنا الباب وتصرخ علينا. لا ما نبغى يلعب يا لا حدود ولا مشاكل يا الجيران. بس فكنا وروح. انا قلت له ولدي لا ما يلعب يا ولد. بس لا تصارخ على اولادي ما تشوف يا ابو حسن احنا جيران من كم سنه بس علشان ما ابغى هالجيران بس لا انا تصارخ بعد على الجهال.